السلام عليكم. لو انتم من عشاق الشتاء فالفيديو ده اتعمل لكم، لانكم اكيد بتلاحظوا ان في العواصف الرعديه بيحصل ظاهرتين. اول واحده فيهم وهي البرق، والبرق ده بيحصل نتيجه التفريغ الكهربي بين اسفل السحابه اللي فيها شحنات سالبه مع الشحنات الموجبه اللي موجوده على السطح، وده بيؤدي لحدوث الرعد. يعني الرعد والبرق مصاحبين لبعض. طب احنا ليه بنشوف البرق الاول وبعد كده بنسمع صوت الرعد؟ ده لأن البرق ضوء، وسرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة، ده لكن سرعة الصوت 340 متر في الثانية. يعني كأنك بتقارن بين سرعة طيارة وسرعة عجلة. طبيعي الطيارة أسرع اللي هو الضوء طبعا. والفترة الزمنية اللي بتفصل بين رؤية البرق وسماع الرعد نقدر نحسب منها بعد العاصفة الرعدية عننا. كل 3 ثانية في الفترة الزمنية دي بنحسب إن العاصفة الرعدية بعيدة عننا كيلو. يعني لو الفترة الزمنية بين البرق والرعد 3 ثواني، ده معناه إن العاصفة تبعد عننا كيلو واحد. ولو كانت الفترة الزمنية بين البرق والرعد 6 ثواني، ده معناه إن العاصفة بعيدة عننا 3 كيلو، وهكذا. جربوا تحسبوها المرة الجاية.